السلام عليكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه يا غاليين؟ يا رب يا حبايب قلبي تكونوا بالف خير. النهارده بصراحه كنت عايزه اعمل حاجه حلوه ومفيش امكانيات كتير مكسرات ولا عندي قشط، بس عملت احلى طاجن ام علي خرافه بامكانيات بسيطه جدا. تعالوا معايا عشان نشوف احنا عملنا ازاي. انا جبت كيلو لبن، وعشان اطعم ام علي واخلي طعمها دسم كده رحت حاطه لها معلقتين زبده، وحليت اللبن بالسكر وحطيت ورقه فانيليا، وجبت واحده ميفيه من عند الفطاطر اللي بيبيعوا الكنافه والجلاش، هي واحده بس. جبت الطاجن كسرت فيه الميفيه، ومش عايزه اكسره قهري قوي، ولازم تبقى كميه اللبن عالية عن الميفيه، وهوريها لحضراتكم قد ايه، لان مجرد ما بحط اللبن الميفيه بيشربه. فانا عايزة اللبن يبقى فيه كتير، عشان انا عاملة حسابي ان لسه هحطه في الفرن، ما بولعش الفرن من تحت، انا بحطه تحت الشواية. وكمان بعمل حسابي ان لما يتحط في التلاجة والميفيه يشرب اللبن، عايزة كمية اللبن تبقى اكتر عشان يطلع طعمه كريمي، وباذن الله هيعجب حضراتكم وهتعجب حضراتكم الوصفة البسيطة قوي بالامكانيات البسيطة دي. حطيت عليه معلقتين جوز الهند، وكمان حطيت عليه معلقتين سوداني انا كنت مكسراهم، وحطيت اللبن. طب ما عنديش قشطه، جبت كيس كريم شانتيه زودت له اللبن شويه، بحيث ان انا عايز الكريم شانتيه يبقى خفيف. فردته على وش الصينيه، بس بيتفرد معاكي بقى بسهوله يا غاليه. وبعد كده خدته حطيته في الفرن تحت الشوايه، ما بولعش البوتاجاز من تحت، لو ولعنا البوتاجاز من تحت هينشف كله. فانا عايزه في الشوايه، يعني ما بياخدش بالظبط بتاع، ما بيكملش 3 دقايق 5 دقايق بالكتير. وبعد كده بطلع الطاجن الحلو ده، هتشوفوا شكله تحفه. بحطه في التلاجة بقى يسقع كده، يا خرابي بقى على الجمال. جربوا باذن الله الوصفه البسيطه دي، هتعجب حضراتكم جدا. انا هنا غاليين بفرد الكريم شانتيه، بصوا بيتفرد معايا بسهوله ازاي. ولما بيتحط في الفرن تاخدوا بالكم ما بياخدش وقت كتير. انا هحطه بالظبط، مش هيكمل والله، ده ما كملش ال3 دقايق كمان. انا هنا هحطه تحت الشوايه. وبصوا بقى يا غاليين، بعد ما كملش 3 دقايق شوفوا الشكل، ايه رايكم؟ كمان بصوا انا اللبن، يعني انا هز الطاجن حاجه بسيطه كده، بصوا بيروح وبيجي معايا ازاي. انا كده عامله حساب ان يتحط في التلاجة. جربوا يا حبايب قلبي الوصفه البسيطه دي، وباذن الله تعجبكم. واسيبكم بقى يا حبايب قلبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.